هندسة فيديو الاي تو سي. يا عم الساعة 4 الفجر يا عم. يا عم في كورس، اتكل على الله، بكرة إن شاء الله. يا هندسة انت وعدت الناس وكده انت اتأخرت عليهم. تعبان والله. معلش يا هندسة. تعالى يا سيدي، ادي الاي تو سي سي 09. ناس كتير فاكراه اوسيلوسكوب، ناس كتير فاكراه باور سبلاي، وانا كنت فاكر ان هو باور سبلاي، بس لا، ده مش باور سبلاي. ده هو لوحده كده. على فكرة هو ما بيجيش بالدراع ده، الدراع ده بيتجاب من اي محل كاميرات اسمه ماجيك ارم. وهو فيه ماونت، في حته زي ما الكاميرا بتثبت على الارم ده، هو بيتثبت فيها، ودي حاجه جميله جدا. الجهاز ده هو عباره عن مالتي ميتر اهو، تركب. هو طبعا بيوصل بيو اس بي سي على شاحن على الكمبيوتر، بيوصل بيو اس بي سي. الفانكشن الاولاني اللي هو مالتي ميتر اهو كده، هو مالتي ميتر عاطي اهو اصفار. تمام. وكمان فولت ميتر اهو. اوكي كده فولت ميتر كده، لو انا عايز اقيس فولت، هو الشاشه اختفت. لما انا هقيس فولت هيظهر الفولت قدامي. عندك هنا اهو فولت، ولو دوسنا، انا نسيت دوسنا ايه تاني. اوكي هترجع الممانعه، وبيقيس المقاومه مع الممانعه اهو، جايب الممانعه وقيمه المقاومه كمان. وعلى فكره قياسه دقيق جدا. فهو دلوقتي اصبح ان هو بيقيس مقاومه وممانعه على وضع الدايود، بيجيب الرقمين مع بعض، وبيقيس فولت. لو دوست اوكي كده، على فكره انت مش هتحتاج غير الواجهه دي، هو في اكتر من واجهه. في قياس ملوش لازمه خالص. يعني انا لو عملت الزرار ده كده هيبقى ايه؟ انا لو قست فولت دلوقتي، الشريط ده هيطلع لفوق بقيمه الفولت. فده مش اوسيلوسكوب يا جماعه، ده رسم بياني لقيم الفولتيات. الاوسيلوسكوب حاجه مختلفه تماما، ده راسم اشاره. المالتيميتر ابطا من ان هو يلقط الاشارات السريعه زي الاوسيلوسكوب. فانا هستخدم الواجهه دي على طول الوقت. هقدر اوري الطلبه بتاعتي سحب الجهاز على الباور سبلاي، هيظهر هنا بشكل تدريجي. واقدر كمان اني اقيس ممانعه، واقيس مقاومه، واقيس فولتيه. كل الاوضاع دي في الوضع ده. انا لو قلبت فيه كده، ده هنا تسع شحن. ولو حطيت هنا، لو وصلت في كلمه تايب سي هنا شاحن سريع، فهو هيطلع لك هنا برضو شحن سريع لحد 140 واط، وهيبين لك الفولت والتيار والباور اللي الجهاز بيستهلكه. ولو دوست على الزرار ده، جاب لك كده وضع الدايود، وتقدر تسجل لحد 20 قيمة. طبعا دي حاجة بالنسبة لي أنا شايفها ملهاش لازمة، ممكن لحد تاني تكون له لازمة. إنك أنت بتفحص كونكتور مثلا 1 2 3 4، فهو بيسجل لك 20 قيمة. ولو دوست كده، فهو بيفحص الفولت، وبرضه يقدر يسجل لك 20 قيمة فولت. الحاجة اللي بسطاني فيه قوي انه الاصوات بتاعته مميزه، انك تقدر تعرف ان المسار اللي انت بتفحصه فيه ممانعه ولا ما فيهوش من غير ما تبص على المالتيميتر اصلا. لو انا بقيس حاجه وهي اعطياني شورت، فبيديني صوت كده مميز. كل ما الممانعه بتزيد او كل ما الممانعه بتقل، الصوت ده بيتغير. فانا مع الوقت اقدر ان انا اعرف الممانعه اللي انا بقيسها دي عاليه ولا واطيه، ولا شورت ولا ايه بالظبط، من الاصوات، من غير حتى محتاج ان انا ابص على الشاشه. فالجهاز ده مش اوسيلوسكوب ولا هو باور سبلاي، هو مالتي ميتر بيعرض القيمه على الشاشه. بتوصله باور سبلاي، فبيرسم لك رسم بياني لسحبه الباور سبلاي بتاعت الجهاز. يعني هو من ورا بيبقى واصل بتايب سي مع الكمبيوتر او مع شاحن، وتوصل الباور سبلاي في كابلات بتيجي معاه، بتوصل ما بينه وما بين الباور سبلاي. وبعد كده بتركب كابلات الباور سبلاي اللي بتشغل بيها التليفون قدام هنا، تبقى خارجه من قدام. وهو عباره عن تستر شحن كمان، وفي خاصيه الشحن السريع. فاكتبوا لي رايكم في الكومنتات، قولوا لي هو تمام ولا اي كلام. انا بالنسبه لي انا شايفه تمام، لانه بيأدي الغرض اللي انا محتاجه، اللي انا جايبه عشانه يعني. فبس اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو واستمتعتوا بيه. مع السلامه.